متابعيني ربي يحفظكم ان شاء الله ويعطيكم الصحه والعافيه. عمرك وحياتك انت سمعت عن مطعم كباب وريا؟ تعال وياي اليوم خلي انا وياك نجربه ونشوف المساحه بداخل هذا المطعم ونشوف الجمال انا وياك سوا. تعال وياي. بصراحه المطعم يجنن، واحلى شيء بالمطعم مكانات الشباب ومكانات العوائل منعزله بالكامل. يعني باختصار شو اوصف لكم هذا المطعم من الداخل ما راح اوفي بحقه الا نصعد انا وياكم من فوق ونشوف الجمال داخل هذا المطعم. تعالوا وياي وخلينا نصعد فوق. ركز لهنايا على الجمال، مكان كلش جميل وكلش مرتب، واحلى شيء بيه مكانات ترفيهيه للاطفال، يعني مكان يجنن. تعالوا وياي وخلينا نجرب الاكلات انا وياكم. واخيرا الطلبيه اللي طلبناها نزلت، بس شوفوا لي الطلبيه اللي طلبناها بصراحه تفتح الشهيه. تعالوا وياي وخلينا نتعرف انا وياكم على اسعار، لان انا نزلت طلبيه تجنن. ركزوا لي هنايا، عندك هنايا النفر المشويات سعره ب 9000 دينار فقط، يعني شيش ب 3000 دينار. عندك هنايا القاورمه الدجاج سعرها شقد 5000 دينار فقط. عندك هنايا القاورمه اللحم سعرها شقد 6000 دينار فقط. وعندك هنايا الصاج اللحم سعره بشقد؟ سعره ب 4000 دينار فقط. وعندك هنايا الصاج الدجاج سعره ب 3000 دينار فقط. وهنايا راح نسولف شويه عن المقبلات. هاي الوسط سعرها ب 3000 دينار فقط، وهنايا عندك الكبيره سعرها ب 4000 دينار. بس ركز لي هنايا على الخبز ابو السمسم يجنن، والريحه مالته تاخذ العقل. يعني باختصار تعالوا وياي وخلينا نجرب الاكلات انا وياكم سوا. اول ما نبلش بالكباب. يا عيني ريحه الكباب تاخذ العقل. خلينا نقول بسم الله. بصراحه طعم الكباب كان كلش طيب، بس هنا مشتغلين الكباب المحشي. خلينا نشوف طعم الكباب المحشي، شوفه شلونه. بسم الله. الجنحان، لان انا كلش احب الجنحان. بسم الله. التتبيله مالتها تاخذ العقل. بصراحه انا تكه اللحم احبها بدون خبز، يعني بهالطريقه. بسم الله. بصراحه طعم التكه يعني طعمها يجنن، لان اللحم مالتها عراقي. وهنايا تاخذ لك لبن عراقي. وهنايا راح نجي على اجمل فقره، صدر دجاج. بسم الله. التتبيله مالته كلش حلوه، لان بيه حموضه حلوه. وهسه تعالوا وياي خلينا نجرب القاورمه اللحم. يا الله، واحلى شيء بيها النار مالتها جواها والحراره مالتها تجنن. خلينا نقول بسم الله. وهنايا راح نبلش اكيد بالصاج اللحم، بس شويه نخلي عليها توميه وبعدها نقول بسم الله. وهنايا راح نبلش بالصاج الدجاج، لان انا كلش احبه. خلينا نقول بسم الله. الدجاج هنايا فعلا مشتغلينه صح. وهنايا راح نجرب القاورمه الدجاج. احلى شيء بالقاورمه الدجاج موجود بها الطماطم وموجود بها البصل. بصراحه انا كلش احب هيك اكلات. خلينا نقول بسم الله. خلينا نقمسها بالدهن، لان بصراحه الدهن مالتها نعطيها نكهه. وهنايا ناخذ لنا قطعه صمون صغيره ونبدا نخلي لها من القص الدجاج، لان انا كلش احب قص الدجاج. وناخذ لنا شويه بصل شويه طماطه وشويه جزر. خلينا نقول بسم الله. وهسه هنايا قبل ما نختم وياكم بالشاي العراقي لازم اطلع وادليكم على العنوان بالضبط وين صاير مطعم وكباب وريا. خلينا نقول بسم الله، وبعدها ننطلق وندليكم على العنوان. يلا، عنوان مطعم وكباب وريا ابد ما يتيهوا. اكيد انصحكم تجون وتزورونا، واذا اردتم من عندهم خدمه توصيل تقدرون تتصلون على هاي الارقام. العنوان مالته محافظه كركوك، عندك هنايا طريق بغداد، عندك هنايا مرطبات السيد، هو صاير بالخدمي.